عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كدبه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن كدبه مشهوره جدا في عالم السيارات، وهي كدبه العربيه فابريكا. تعال اول نفهم يعني ايه العربيه فابريكا. فابريكا يعني هي جايه كأنها جايه من المصنع، يعني العربيه دي اترشت في المصنع، اخذت اللون المظبوط، وانا ببيعها اكنها لسه جايه من المصنع. يعني العربيه دي انا ما حطيتش عليها رش او بويه من عندي. طبعا الناس دايما بتدور على العربيه الفابريكا بره وجوه. يعني ايه بره وجوه؟ يعني هي من جوه العربيه مفيش اي رش حصل، ولا في العتب ولا في الدواخل ولا الكلام ده كله، وفابريكا من بره معناها ان هي ما رشتش من بره. طب هل فعلا العربيه الفابريكا اللي بره وجوه دي حاجه انا المفروض ادور عليها؟ انا من رايي الشخصي عربيه فابريكا من جوه لازم ادور عليها. عشان ايه السبب اللي يخلي حد يرش العربيه من جوه الا لو كان في حصل حاجه فعلا في العربيه كحادثه او كده. لكن لو العربيه من بره فابريكا ولا لا، انا بالنسبه لي مش بدور على حاجه زي كده. عشان العربيه من بره معرضه جدا، احنا في مصر وفي اي حته في العالم برضه معرضه ان هي تتخربش، تتخبط خبطه بسيطه، الكلام ده كله ما يعيبش العربيه في حاجه. فالعربيه لما تكون فابريكا من بره طبعا ده بيضيف ليها، بس تكون فابريكا من بره وما تكونش معفنه، يعني تكون عربيه نظيفه من بره فعلا، مش اللي هو انا سايبها معفنه ومتخبطه كلها وبايعها على انها فابريكا وتلاقي الناس تروح تشتريها. طب يا جماعه انا ليه اعمل في نفسي كده؟ الناس تقول لك شاب اول واحد رشتها. ماشي يا جماعه، هو اللي قبلك لو رشها رشه نظيفه وعادي جدا ممكن تكشف في مراكز كويسه تعرف لك فعلا العربيه دي اترشت من بره وما اترشتش، واترشت عشان كان في حادثه ولا اترشت عشان كان في خربشه او كان في خبطه بسيطه، وساعتها تشتري العربيه دي. فموضوع العربيه فابريكا من بره بالذات دي مش حاجه المفروض تقلل من قيمه العربيه قوي، ما دام هي ما كانش فيه حادثه هي خلت صاحب العربيه ان هو يرش العربيه. فياريت من دلوقتي اي حد بيشتري عربيه يكشف عليها في مركز محترم، مركز يكشف على الدهان، عشان ده اهم حاجه. عشان انت بنفسك صعب قوي مع كل اللعب اللي بيحصل انك انت تكتشف العربيه دي مرشوشه من بره ومن جوه ولا لا. لو العربيه مرشوشه من بره ومش رشه نظيفه ومش مش مرشوشه عشان كان في حادثه معينه حصلت او خبطه كبيره حصلت في العربيه، عادي اشتري العربيه ولا يهمك. ولما تيجي تبيع يا عم، لو الناس لسه مقتنعه بموضوع فابريكا من بره ده، عادي جدا ولا يهمك. انت على في الاخر جبت عربيه وانبسطت بشكلها الحلو، بدل ما انت تجيب عربيه فابريكا من بره وتدفع فيها فلوس اكتر وتدفع فلوس تاني عشان ترشها، وفي الاخر هتخسر من ثمنها عشان انت رشتها. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم في كدبه مصدقينها مع حجازي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.